السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة فالسبورت. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد وحصري. يتمسك الاتحاد الأردني لكرة القدم بخدمات المدرب المغربي حسين عموتة واستمراره في قيادة المنتخب الأول لأطول فترة ممكنة بعد إنجازه مع النشامة ببلوغ النهائي كأس آسيا 2024 للمرة الأولى في تاريخه. وعلق مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم على تصريحات عموتة الأخيرة بشأن مستقبله مع النشامة قائلا: لدينا عقد واضح مع المدرب عموتة، وإن شاء الله سيستمر معنا لأطول فترة ممكنة. نعمل وفق منظومة متكاملة، وعموتة عنصر مهم فيها، خصوصا في الشق المتعلق بالعلاقة مع اللاعبين. ومن المرتقب أن يجالس الاتحاد الأردني المدرب المغربي حسين عموتة لمناقشة مستقبله مع المنتخب الأول قبل الاستحقاقات المقبلة التي يتطلع فيها النشامة إلى ضمان مقعد في نهائيات كأس العالم 2026. وقال عموتة في تصريحات إعلامية حديثة إنه يناقش حاليا مسألة رحيله عن المنتخب الأردني مع اتحاد الكرة، وزاد موضحا: لدي ظروف عائلية صعبة كما سبق أن صرحت بعد مباراة نهائي كأس آسيا. أناقش حاليا تفاصيل مغادرتي الأردن بعد 3 أو 4 أشهر من الآن حتى أكون بجانب عائلتي. وأشار المتحدث نفسه إلى أنه حقق الهدف الأول الذي كان مسطرا في عقده مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، وكان بلوغ ربع نهائي كأس آسيا، ليتم تجاوزه حتى النهائي في إنجاز غير مسبوق.